السلام عليكم، الصوت واضح؟ طب كويس. احب اشكر باشمهندس رضوان وكل الناس اللي نظموا الايفنت ده. الايفنت كالعاده مفيد وفيه افكار جميله. فكره اول نقطه حابب اوضحها لكل الناس ان احنا كبشر عندنا طبع ان احنا بنتطبع بالانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها. بنتطبع بالانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها، يعني لو انا في كوميونتي الناس كلها بتجري بتلعب رياضه، هتلاقيني انا اوتوماتيكلي انا بقيت انا عايز العب رياضه زيهم. فاول حاجه من الحاجات الحلوه اللي خلتني مبسوط في المنتور بروجرام ان انا حواليا ناس كلهم برودكتيف، كلهم عندهم بوزيتيف مايند سيت. ده كان نتيجته عليا ان انا بتشجع لما اشوف مثلا حد زي عبد الحليم مثلا اتعلم حاجه جديده وبيحكي لي جاست احنا بنفضفض مع بعض. حتى يعني انا ما خدتش منه سيشن عشان يعلمني حاجه ولا انا علمته حاجه. ده في حد ذاته خلاني ان انا اتشجع، انا لازم ابوش ماي سيلف، لازم ان انا ادوس اكتر واكتر اند سو. دي اول حاجه من الادفانتجز اللي عجبتني في الموضوع. الحاجه رقم 2 ان انت لما بتتعامل مع الناس اللي سبقوك في الخبره، يعني مثلا ايه، انا عايز اشتغل على حاجه ليها علاقه بالداتابيز بس انا مش داتابيز ادمنستريتور، فمعانا مثلا احمد مصطفى مثلا معاه الاكسبيرينس دي، ممكن اقول له ايه رايك في الحته دي؟ فيبدا يقول لي والله انت المفروض تستخدم ده عشان تحسن ده. فدي من مزايا موضوع المنتور. انا بالنسبه لي نسيت اعرفكم على نفسي، فخلينا ندخل بقى في الحته. انا بدات بالمهم اللي هو موضوع المنتور شيب واهميته ان احنا كلنا بنتدافع مع بعض. زي لما انت تروح تجري في كايرو رانرز كده وانت بتجري ماراثون وانت تعبان في نص الطريق، هتلاقي واحد حاطط ايده على ظهرك بيزقك وبيقول لك يلا، لا انت تعرفه ولا هو يعرفك، بس انتوا ايه، بتشجعوا بعض. فدي نقطه مهمه. طيب بالنسبه لي انا محمود شاهين، انا خبره 15 سنه، شغال حاليا في سنغافوره في شركه اسمها راكوتن، تعتبر الاوبريتور الرابع في اليابان، ويعتبر اول اوبريتور في العالم شغال كومبليتلي على الكلاود، برايفت كلاود بتاعه. عندي شغال از انترناشونال بزنس سوليوشن ديفلوبمنت مانجر. هدفي من وجودي في الكوميونتي ده ان كوميونتي ناس كلها بتشجع بعض. فانا بالنسبه لي ببقى انا دايما تقدر تقول ايه، دايما انا على الخامس، ما بقدرش ان انا اكسل، لان الناس حواليا كلها فعلا مشجعيني. في نفس الوقت حابب يكون ليا دور معاهم بنقل الاكسبيرينس بتاعتي على قد ما اقدر، على حسب طبعا الظروف المتاحه. تمام. اشتغلت قبل كده طبعا في نوكيا، اشتغلت قبل كده في اتصالات اللي هي موجوده هنا في مصر، اشتغلت في كذا بلد، وحاليا انا معايا 4 تيمز موجودين في 4 بلاد. لما دخلت الكورس مع باشمهندس رضوان بتاع الديف اوبس، كان ليا هدف ان انا مش بتاع ديف اوبس بس، انا فاهم ديف اوبس، بس انا حبيت اتاكد هل انا في الطريق صح. ما هو انا اللي ملوش كبير يشتري له كبير. انا ماليش كبير في الحته دي للاسف. في الشركه اللي انا فيها الناس اللي معايا يعني ما عنديش حد اكبر مني في الحته دي بتاعت الديف اوبس، فحبيت الاقي حد عنده خبره، ما شاء الله يعني 21 سنه مور وكمان MVP. فانا في حاجات وهو بيشرحها ببقى انا مبسوط. ليه؟ ايه ده انا فعلا على الطريق الصح، ده انا ماشي صح. في حاجات برضه قالها انا ما كنتش اعرفها قبل كده. فهو الموضوع مش جاست تكنيكال، في حاجات كتير ليها سوفت سكيلز. انا فاكر برضه كان في فيديو لحضرتك لما قلت فيه اول ما ادخل في بروجكت جديد في شركه جديده لازم اعرف الستيك هولدرز. فالناس الفريش انا عارف، انا حاطط نفسي مكانك كراجل فريش، انا ممكن اول ما يجي انا مستني حد يديني تاسكات. لا دلوقتي انا رحت شركه جديده، لا ده مين اللي ماسك ده، ايه اللي ماسك ده، اند سون. انا مش عايز اطول اكتر من كده عشان ادي فرصه لزمايلي ان هم يتكلموا، بس شكرا للفرصه دي ونامل ان احنا نتقابل تاني. شكرا.